طب العصيان المدني أليس يعني لما تيجي تاخد قرار شيخ حازم على أي مرجعية تستند؟ على مرجعية سياسية ولا على مرجعية دينية؟ قرار في مشاركتك في هكذا عصيان سياسية. سياسية حضرتك، لكن لا يمكن استشعر ان اتحاد طلاب مصر بكامله الجامعات كلها لما تصدر بيان ان الطلبة دول تفهيم. لا، الطلبة دول محترمين لا شك. يعني مع العصيان انت لا شك، وعايز اقول لا شك. يعني مع العصيان انت لا شك، وعايز اقول لا شك. يعني مع العصيان انت لا شك، وعايز اقول السياسية شيء موجود، وزي الايام دي الناشطين اللي مقبوض عليهم عاملين ازمه بين النظام في مصر والنظام في امريكا. مش صحيح. وهل هم الناشطين اللي عاملين الازمه ولا الاداره بشكل معين للازمه هي اللي عامله المشكله؟ ما فيش ازمه اصلا. دي التمثيليه اللي معموله عشان توزن الموضوع. شوفوا السلطه اهو ما شاء الله متخانقه مع الامريكان، ده حكم في منتهى التحرر ووطني وما فيش حد يضغط عليه. ولما تحصل حاجه ثانيه بالضغوط ما حدش واخد باله. ولذلك احنا دلوقتي في قمه لحظات الخطر، وهم متصورين ان احنا لسه مراهقين سذج. دي سياسات اللي بيعرف يقراها كويس. احنا طول عمرنا هو الامم المتحده والجامعه الدول العربيه والسياسيين المخضرمين مش عارفين ان ورا الاحداث احداث باستمرار. هنرجع تاني فلا اقتحام المنظمات الحقوقيه وما فاكرين ان احنا هنفرح بيه عشان ما دول العلمانيين والليبراليين بقى يروحوا في داهيه وكده. هو ما دام النهارده هو ده قاضي التحقيق، يقول لك ده قاضي التحقيق النهارده قعدوا وزير ووزيره عملوا مؤتمر صحفي يقولوا ده قاضي التحقيق. ايوه قاضي التحقيق، بس ده المحامي الصغير. انا مش محتاج ناس عظماء زي الوزير والوزيره دول يتكلموا. المحامي يعلم تحريات تقول له ان الجهات الفلانيه وانها تخفي في محضر التحريات. طب انا اتحداهم ان ينشروا محضر التحريات. انشروه اذا كنتوا رجاله. شوف بقى، انا اتحداهم في رجولتهم، مش انشروا نص محضر التحريات. انا بتحداهم في رجولتهم. ينشر هتلاقي يقول لك وقد دلت التحريات على ان في داخل هذه المقرات كذا وكذا وكذا وكلام بقى. بداية هذا الموضوع بدأت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بناء على قرار مجلس الوزراء. تم تكليف السيد المستشار وزير العدل بتشكيل اللجنة في بداية شهر يوليو 2011 لتقصي الحقائق حول موضوع التمويل الأجنبي للمنظمات والكيانات سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في مصر. انتهت اللجنة، لجنة تقصي الحقائق، من أعمالها في نهاية شهر سبتمبر 2011، وانتهت إلى عدة نتائج وتوصيات. ما يخصنا منها هو أنها اقترحت أن يتم إجراء تحقيق قضائي جنائي فيما تكشف للجنة تقصي الحقائق من وقوع بعض الجرائم الجنائية من منظمات وكيانات وأشخاص طبيعيين بالمخالفة للقوانين المصرية السارية. بناء على ذلك طلب السيد المستشار وزير العدل في ذلك الوقت من محكمة الاستئناف ندب قاضيين للتحقيق في هذه الجرائم وهذه الوقائع. فتم امتدادي وامتداد الزميل المستشار أشرف عبد الوهاب العشماوي أحداث 19 نوفمبر
جعلت هناك دماء بين المجلس العسكري وبين الشعب. واليوم ما عادتش دماء بس، بقت دماء واعراض. وليس هناك متسع يا ستي، انا بقول انا عارف كلام حضرتك حاضر وهسمع حضرتك برضه. وليس هناك متسع في رجولة رجل يشوف الصورة دي، صورة المرأة المعراة في الشارع، ويفضل راجل وهو سايب الذين انتهكوا الأعراض. والناس اللي ساكتين واللي قاعدين يقولوا احنا بنقول للمجلس العسكري كذا وعشان كذا وغيره، هؤلاء انتوا احنا قضيتنا معاهم مش مع المجلس العسكري، انتوا اللي دوركم تلقنوا الناس دول درس. الناس احنا مش عارفين نحرك اكتر من كده. ولذلك القائم الان ان هؤلاء الناس وبالاسم بالواحد، بدءا من المشير طنطاوي الفريق عنان لواحد واحد، بيننا وبينهم دماء واعراض. المترشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كان ليه موقف قوي جدا فيما يتعلق بإحالة النشيطة أسماء محفوظ للمحكمة العسكرية، حتى أنه أصدر بيانا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: لقد هالني ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ من شأن إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكري والمحاكمة العسكرية، هالني وجعل الدماء تغلي في عروقي، وما أظن هذا الأمر ليمر كائنة ما كانت الظروف، ولهذا الشأن أردت أن أشير إلى ما يلي بسرعة إلى أن يتسع المقام ايه اللي خلى الحركة مصرة على الاتجاه ناحية العباسية النهاردة تاني؟ احنا دلوقتي اللي حصل ده احنا بقالنا قد ايه وقت قد ايه قاعدين في التحرير تحت درجة حرارة كام، وفي الاخر يطلع كل شوية بيحاولوا يسخنوا الشعب علينا ان احنا بلطجية وهم اللي بيحموا البلد. هم ما بيحموش البلد. انا واحدة من الناس كنت ضد ده قوي، بس عمالة بقول نخلي المجلس العسكري لحد الانتخابات بالطريقة اللي هم بيتعاملوا بيها، ولا في انتخابات ولا هنشوفها ولا هنشوف محاكمات ولا هنشوف اي حاجة. طيب. احنا تحولنا من داخلية العدلي للبنزات بتاع اسمه ايه ده طنطاوي. طيب بس عايزين نهدى يا اسماء. من داخلية العدلي للبنزات بتاع اسمه ايه ده طنطاوي. طيب. As many other Egyptians. So let's welcome Sister Asma. We will
ده في اللي انا بحكي لحضرتك عنه ده في مسبيرو، وقعت علاء عبد الفتاح واعتداؤه على انه خد سلاح وخطف ناس. ده علاء عبد الفتاح باذن الله ثم بفضل الضغط اللي لم اتركه. انت بتقولي نزلت ليه ده التحرير؟ كان من ضمن الاهداف كده انه حول من القضاء العسكري والنيابه العسكريه الى النيابه العاديه. صحيح هي نيابه امن الدوله العليا برضه اللي انا عارفها كويس قوي وعارف بتشتغل ازاي، انما حول نتيجه لهذا وغيره ترك. انا لم اترك اي واقعه. بقول لحضرتك في لوباتير اللي انا المطالب الثانية يا اهلا وسهلا. المطالب الثانية مهمة. هو حركة 6 ابريل الهجوم اللي عليها دي جريمة فظيعة جدا. عندك دليل ضد حركة 6 ابريل وديها النيابة وحاكمها، مش تستخدمها استخدام سياسي تتهمها اتهام سياسي. لا، انت عليها ادلة وديها حاكمها. مش انا هو ضد امريكا وضد اللي بتعملهم في شعب مصر. استاذ حازم قال فالدكتور ياسر برهاني حفظه الله انه طب الدماء والقتل، قال الناس هتموت منذ متى ونحن نعبأ بالدماء. انا طبعا اندهشت. الشيخ حازم بيقول الدكتور ياسر برهاني منذ متى ونحن نعبأ بالدماء. قال الناس هتموت منذ متى ونحن نعبأ بالدماء. انا طبعا اندهشت. الشيخ حازم بيقول الدكتور ياسر برهاني منذ متى ونحن نعبأ بالدماء. يعني الناس هتموت. طب بتعتبر بتوع التحرير ال 200 دول هيموتوا ماتوا في قبالهم، لكن هل دي طريقه؟ قلت له ده شيء مدهش. الكلام ده يا سيدي مسجل. قلت له ده شيء مدهش. احنا طبعا مساله الاهتمام بالدماء دي مساله خطيره جدا. ده اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء. وده حديث رواه الجماعه عن ابن مسعود رضي الله عنه. والانسحاب من المعركه عشان الدماء ممكن يعني قد يكون هناك انسحاب من المعركه من اجل عدم اراقه الدماء نظرا ان الطرف حاسس انه ضعيف. لكن فقه الصحابه وخالد بن الوليد مؤتة. يعني انا بس مش عارف اقول ايه. واحفظوها بقى، احفظوها عشان تبقى كلمة بيني وبينكم معروفة. الوقاية الوحيدة ان شاء الله لرئاب لأعناق الذين قاموا بالثورة، الوقاية الوحيدة لرقبة الناس اللي قاموا بالثورة هو بإذن الله تعالى أن ننجح في انتخابات رئاسة الجمهورية إن شاء الله. لأن أي ثورة بعد أن تهدأ ينكلون بالثائرين، ينكلون بمن قام بالثورة، ينكلون بها تنكيلا ما لم يوجد العدل والرحمة. حاكم عادل في قلبه رأفة. اقفل الباب مرة ثانية. هؤلاء ذئاب وثعالب، هؤلاء ذئاب وثعالب، هؤلاء ذئاب وثعالب.
هؤلاء الذين لم يعدلوا قانون الصحافة عشان يطلع صحف إلا بقانون حسني مبارك، ولا قانون الجمعيات إلا بقانون حسني مبارك، ولا عدلوا شيئا فيه مصلحة الناس، ومع ذلك كل اللي عدلوه انهم يعرف يمسك، وعلى قد بقى ما انت تقيل لسه وبتخرج للميادين ومصمم ومش راضي انه يرتد، يفضل ماشي معاك، لكن ساعتها هو بيشد حيله. نحن لا نعرف لهم الا ما قدموه هم بانفسهم. إن هتسامحني إن أنا مضطر أروح إلى بداية التحرير فورا، فمش هقدر أستنى. عندي نقاط محددة. أولا حسين طنطاوي وسامي عنان كده خلاص مشيوا. أنا بقول لهم يركبوا الطيارة، مفيش قدامنا غير يركبوا الطيارة دلوقتي ويمشوا. حسين طنطاوي وسامي عنان كده خلاص مشيوا. أنا بقول لهم يركبوا الطيارة، مفيش قدامنا غير يركبوا الطيارة دلوقتي ويمشوا فورا. لم يعد هناك اي شيء ثاني مطلقا. لازم يبقوا عارفين حسين طنطاوي وسامي عنان ان وجودهم في مصر انتهى. اذا مش فاهمين كده خلاص، فضلا عن وجود 24 ساعة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يصدر قراره اذا لحق. ده نمرة واحد.